السلام عليكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. ناخدكم بقى ان شاء الله كده في جولة. يا رب بس ما تملوش مننا. في لولو هايبر ماركت اللي هو في التجمع الاول. تمام. انا الفيديو ده انا كنت مصوراه من اسبوع، بس يعني صوتي ما كانش ولا بد، هو مازال برضو، بس انا قلت يعني كفاية كده الفيديو موجود. لعل وعسى ممكن تطلعوا منه باستفادة بحاجة بسيطة. هو طبعا الهايبر ماركت فيه منتجات كتيرة جدا جدا. طبعا انا صورت اللي انا اقدر عليه. وهو الفيديو يعني 20 دقيقة 19 دقيقة، فمعلش يعني ما تملوش مننا. وكالعادة الناس اللي بتجري الفيديو، ف يعني اللي تقدروا تستفادوا منه في الفيديو استفادوا. تمام. طبعا هنا الأجهزة أنا كنت بدور على جهاز اللي هو الشفاط بتاع المطبخ، اللي هو بتاع المسطح اللي بيبقى فوق البوتاجاز. تمام، البلت ان، بس ما لقيتوش. خلاص قلت ناخد بقى جولة ونشوف الدنيا والأسعار ماشية ازاي هناك. طبعا الأسعار نار. حتى بقى طب يعني لو كانوا عاملين عروض، مش العروض الواو اللي هي ده في بالنسبة للأجهزة يعني عادية جدا. تمام. فاللي يلحق بجد في الوقت الحالي اللي احنا فيه قدامه حاجة وعايز يشتريها، بجد يشتريها. لان م- هتستنوا ان في تخفيضات، في عروض، في مش عارفة ايه. مفيش، خلاص هي كان وخلص يعني، زي ما بيقولوا كده. الاسعار بجد نار. واللي ما يلحقش يجيب خلاص الفرصة بتروح، مش هتيجي تاني. تمام. ده مش احباط والله، بس ده الواحد فعلا عانى منه الفترة اللي فاتت. يعني بيشوف وبيندم بعد كده يعني. تمام. فأنا هنا أخدت يعني جولة كده على الأجهزة سريعة. تمام. طبعا هي ممكن الكاميرا تجيب بعض الأسعار وكده، فسامحوني يعني، لأن كان الفيديو هيطول، هياخد أكتر من ساعتين يعني. تمام. ف فبالنسبة للأسعار يعني عادي، مش اللي هي يعني، الا بقى الكاميرا كده لما تجيب اسعار لحاجات معينة. تمام. ده بالنسبة اللي هي المكنسة الكبيرة ديت. وبعض الأجهزة عادي يعني أسعارها مش ما فيهاش التخفيضات اللي بالكوا فيها قوي. تمام. هنا أنا دخلت بقى بعد كده. ده هنا إيه؟ خلاطات وهاند بلندر وحاجات مكملة، لأن السكشن بتاع الأجهزة ده كان يعني كبير، وخدت خلفية يعني ما كانش محتاجة منه حاجة كتيرة. أنا بس هو الجهاز بتاع الشفاط ده اللي أنا كنت بدور عليه. وأنا ملاحظة إن السوق عموما البضاعة مسحوبة منه. تيجي تسأل على الشفاط مش موجود عند كذا واحد، مش لاقية. حتى لو يعني اتنين او تلاتة بس يكونوا موجودين، ما فيش اي حاجة، ما فيش بضاعة في المحلات. يعني تقريبا من ساعة ما وقفوا الاستيراد وكده، والبضاعة ما فيش. يعني قليل جدا بقى الاستوكات اللي بتبقى موجودة في المحلات، هي اللي تقريبا دي اللي بتبقى موجودة، ودلوقتي مش موجودة. دخلنا بقى هنا على الملابس. هنا قابلت بقى اللي هو ايه، الملابس الرجالي اللي بتبقى في الاول. تمام. وكالعادة يعني بنقف على الملابس الرجالي قبل مثلا ما الواحد يشوف هو يكون محتاج ايه. تمام. ففعلا في حاجات في الملابس الرجالي حلوة. تمام. اللي هي زي ما انتم شايفين دي السعر بتاعها اهو. مثلا بنطلونات في سويت شورتات كده، حاجات خريفي حلوة، وتنفع للشتاء لو اتلبس فوقها جاكيت. تنفع خروج وتنفع بيت. بجد حلوة. وانا جيت اختار كذا حاجه كده، وللاسف ده ساعات كده اروح عند الكاشير، الاقي مثلا السعر الباركود الحاجه مش موجوده. تمام. فبسيبها بقى، ببقى مستعجله واقول انا لسه هرجع تاني واقعد ادور واجي اشوف المقاس. الواحد ما بيكون مصدق يعني ان اللي بيختار الحاجه. وبعدين المول يعني بياخد ساعه ونص، والواحد لوحده كمان، فبيبقى وقت كتير. ده سويت شيرت خفيف كده بكم. تمام. يتلبس تحت في الفترة ديت، بس ده كان مقاسه صغير، 12 سنة 13 سنة كده.
وده قميص رجالي اللي هو تقيل، تمام. ده تقريبا كان ب200، 189 حاجه زي كده السعر ده. هتلاقوني حط اهو 189، تمام. وده اللي انا كنت بقول لكم عليها بقى، اللي هي ايه، تنفع خروج وتنفع بيت، الاتنين يعني حلوه. نزول حاجه كده، الواحد بيقضي بيها طلب من تحت، مش عارفه ايه، حلوه مش وحشه، جميله. والوانها طبعا الوان هناك جميله. ودي برضو السويت شيرت ده حاجه كده زي ايه، حاجه رياضيه بجد حلوه. بس في بعض الحاجات بتبقى ساعات تحس ان هي ما بتمطش شويه، تمام، بتبقى ساعات كنزه. وانتوا حظكم في المقاس بقى يعني، تمام. سامحونا بقى في التصوير ان انا مصوره طولي، لان لوحدي، ف يعني بتفرج وامسك الحاجه بايد وبصور بايد، تمام. فدي برضو سويت شيرت بكابيشو، وهنا بنطلونات جينز، تمام. بالنسبه للبنطلونات، البنطلونات في بنطلونات حلوه برضو تنفع يعني رجالي واولادي سن يبتدي مثلا من ده في القسم الرجالي، تمام. تبتدي من سن 16 سنة فيما فوق. هناك سعر البنطلون 189. لا حاجات حلوة يعني، وفي تمام. برضو دي من ضمن المعروضات. يعني هتلاقوا الأسعار زي ما انتوا شايفين، بتبتدي مثلا من 189، ده بالنسبة للرجالي لفيما فوق، تمام. ده هنا الأطفال، الفيست البامب ده حلو يعني، هو عجبني، بس مش محتاجاه يعني، لأن أنا كان عندي اللي هو البكم سعره كان ب100 وحاجة، بس كان حلو بجد. ده بقى سويت شورتات كده تنفع خريفي بناتي، لونها ظريف وحلوة، تمام. برضو كان ب189، 100 وحاجة زي كده. ده بقى كل البارتيشن الحريمي دوت. طبعا حريمي جريته للأسف، عايز بقى يعني وقت بقى لكل حاجة وكده. ده بالنسبة لبنطلونات الجلد دي، كانت طالعة موضة قوي وما زال يعني. زي ما انتم شايفين كده، في حاجات يعني اسعارها حلوه، وهي بتبقى لقط بقى، انتوا تروحوا هناك بتشوفوا بقى الحاجات المناسبه لكم. ساعات بتبقى في حاجات لقط. هنا بقى اللي هي طواقي التريكو، خلاص داخلين على الشتاء، حاجات تنفع كده يعني. هي مش الواو قوي، بس عادي يعني، شغاله لو في البيت، تمام. وده عندنا هنا دريس تريكو، اللي هو مش قط، بس هو اللي تحت الكتف ده، تمام. ودي ترنجات، يعني القماشة بتاعتها بيبقى هنا الكود بتاعها متخيط فيه زي ما انتم شايفين، كأنه شميز كده، الجزء الأخير من الشميز، تمام. بس هي الخامة بتاعته مش ما كانتش قوي، هي حاجة كانت ظريفة، بس الخامة بتاعته البوليستر، اللي هي تبقى خامته كلها بوليستر، اكيد انتوا عارفينها. دي الالوان بقى دي كانت جميله قوي، مبهجه كده، حلوه يعني، خروج بقى، قعد في البيت، حلوه. هي سويت شيرتات كده بكابيشون، بس ده من غير سوسته، تمام. ودي بنطلونات برضو، تشكيل البنطلونات حريمي وبناتي، حلوه، تمام. هنا الشيلان بقى، تمام. وبرضو هنا الكابات الحريمي والطواقي برضو التريكو.
مش عارفه دي كانت بحاجه و40 حاجه و50 حاجه زي كده. ده دريس حريمي مسمينه جلب يعني، ان هو قميص نوم او حاجه للنوم يعني، بس مش عارفه ازاي هم مكتوب عليه كده. كان ب100 وحاجه حاجه زي كده. دي بيجامات قطيفه تمام، ب219 زي ما انتم شايفين السعر اهو. هي ساده ساده خالص، ما فيهاش اي حاجه خالص يعني. المول كبير، اللي هو الهايبر ماركت كبير، والواحد مش ملاحق يصور ايه ولا ايه. هنا البارتيشن بقى بتاع الشوزات والشنط وكده. تمام. ف مش عارفه الشنطه دي كانت ب700 وي. طبعا يعني هو شكل الشنطه اساسا لو احنا نزلنا عباس او الناس طبعا اللي ممكن تنزل تجيبها ارخص من كده وي ب 200 جنيه تقريبا ولا ب100 وي. كنت انا عملت فيديو قبل كده في العتبة. تمام. وحاجات مستوردة بجد ونظيفة جدا جدا. ادي البوت هناك، ده الهاي بوت ب999 حاجة زي كده، مش عارفة بكام، بس هو ب900 وحاجة. تمام. فبالنسبة للشنط، سوق الشنط هناك اللي هي المستوردة في العتبة ورا صدناوي اللي في العتبة هناك. الشارع ده بجد هتلاقوا حاجات. انا عن نفسي انبهرت يعني، حاجات جميلة جدا جدا. بس انا للاسف ما بشتريش شنط يعني. انا بتجيلي الشنط لحد عندي، فالحمد لله ولله الحمد، واحد بيريح دماغه خلاص يعني. بس حاجات هناك بجد لقط وجميلة، مش حاجات مستعملة، لا حاجات بجد براندات وحاجات مستوردة فعلا سعرها حلو. مش شرط بقى يعني نجيب الحاجات الغالية قوي دي يعني. خلاص في الوقت الحالي بجد يعني الأسعار خلاص بتخلينا نشوف البدايل. تمام. هنا قسم بقى اللي هو المفروشات والفوط والملايات. ده كان دي فوطة، دي كانت فوطة صغيرة كده زي فوطة مطبخ كده، او تنفع فوطة حمام. هي كانت حلوة قوي. مش عارفة دي كانت بكام يا ربي، ناسية طبعا فيديو من اسبوع فناسية. هنا تشكيلة الفوط بقى، دي حاجة الفوطة تقريبا كانت بحاجة و90. هي تشكيلة الالوان بتاعت الفوط هي اللي مبهرة. قبل كده طبعا كان في تخفيضات للفوط وكان حلو قوي قبل كده طبعا يعني. الاسعار كانت نازلة كانت جميلة طبعا. هي خامة الفوط برضو حلوة. بس طبعا احنا زي ما انا قلت احنا عندنا البدايل. تمام. عندنا البدايل. هنا دي الدفايات، دي كانت ب100 حاجة و80 الدفاية دي. انا قعدت اتأكد من السعر بتاعها وابص تحت الباسكت الكبير اللي هم حاطين فيه الدفايات، ان في كذا نوع دفاية. تمام. الدفاية الجري اللي انا كنت ماسكاها دي اللي كانت ب100 حاجة و80. لا هي دي. طبعا ما كنتش عارفة بقى ان انا افتح واحدة واشوفها وهكذا، فللأسف يعني لما بيكون حد مع الواحد بتبقى الموضوع سهل. ويعني الواحد بقى بيقرر هل يشتري دي ولا لا، ولا تشوف الدنيا ماشيه ازاي. هنا بقى البارتيشن بتاع الاطفال والادوات المدرسيه، فطبعا عديته بسرعه ان خلاص يعني احنا في امتحانات دلوقتي. في الحاجات المدرسيه ايه دلوقتي خلاص انتهى. هنا ده كان السكر حاطينه في المجله سعر، وعلى البتاع اللي هي اللي بيبقوا معلقينها دي سعر تاني. ده كان ب17 تقريبا، 17 الكاس سعر السكر. تمام. انا هنا بقى ايه، كنت رايحه عماله ادور على الرز، لان انا في الاساسي كمان برضو عايزه اشتري رز. الرز انا حاسه كل ما اروح سوبر ماركت مش لاقيه رز، مفيش رز. مش فاهمه. قبل كده كانوا بيقولوا الرز متوفر مش عارفه، لا مفيش دلوقتي.
يعني في الفترة اللي انا كنت حتى وانا بصور الفيديو وقبلها مفيش، حتى رحت عندي بيم كذا مرة ما لقيتش. تمام. اني رحت مرة عشان هو كان جنب مدرسة الولاد، فداخلة لقيت مكتوب كيسين لكل مواطن، يعني كيسين رز. ده معناها ان في يعني ايه يعني كمية قليلة، او اللي في عجز بالنسبة للسوق، بالنسبة للرز في السوق. ده بالنسبة اللي هو الرز المغلف. انما اكيد طبعا عند العطارين هم اللي هو السايب ممكن الواحد يلاقي. انا ما رحتش العطارين لسه، بس انا قلت الاول اهو بقى اروح سوبر ماركت اهو ده اللي كان موجود، الشكارة ديت. حتى رز الاسره اول مرة اسمع عنه، وكان لازم تشتري معايا حاجة معينة اللي هو ده، وكان بحاجة و90 جنيه. فانا مش عارفة ازاي يعني. هنا بقى قسم الالبان. انا قلت بما ان انا هناك، طبعا انا ما اشتريتش الرز يعني. تمام. فانا قلت اروح ادور في حتة تانية يعني. هنا بقى في الأجبان شفت الجبنة، جبت افنتي دي ب75. ليه غالية قوي؟ الأجبان كانت غالية قوي. ده البارتيشن بقى بتاع السلطات، وكان ليا معاه حكاية، فانبهرت أنا بشكل السلطات، ووقفت عليه كتير جدا وعمالة أكرر. طبعا أنا كنت جعانة، وقلت بقى إيه الولاد خرجوا من المدرسة على السنتر، فأنا إيه أجيب لهم حاجة. تمام. وحاجة بقى صحية وكده، يعني خلينا ناس يعني هيلثي شوية. ف... فجبت بقى من السلطات ديت، جبت 3. تمام. وعمال اختار ايه دوت ولا دوت، مش عارفه ايه. انا مبهوره بشكل السلطات. تمام. بعد ما جبتها وانا في العربيه عمال اكل، اللي ما عجبنيش الخس دبلان هو، والدريسنج اللي كان مع السلطه. هم مش بيبقوا حاطينه، هم حاطينه في علبه وفوق السلطه. تمام. العلبه مكمله الغلق كلها على بعضها، بس كان يعني طعمه لاذع. انا دقته قبل، هو في العلبه بتاعته لاذع جدا، ريحه الخل فظيعه. ما حبيتش اساسا السلطه ولا الدريسنج، حتى الولاد برضو نفس الشيء. فكان اختيار سيء بالنسبه للسلطه. تمام. طبعا هنا كان في بقى الثلاجات اللي فيها هنا الجبنه اللي انا كنت بتكلم عليها. تمام. هنا بقى الارتيشن بتاع الزيتون والمخللات. وهنا بقى الثلاجات بتاعه الدواجن. كان في بقى الوطنيه وشهد. وفي هنا ده كربات. فانا سالت ده تبع ايه، او ماركه ايه، او حاجه زي كده، معلوش اي حاجه. قال لي ده تبع العابد. تمام. فالعابد ده انا عارفاه، لما بروح اي سوبر ماركت فببقى بشوف في الثلاجات، فيعني معروف. تمام. فكانت في عروض كويسه بقى على الفراخ. تمام. الفراخ كانت يعني ليها وزن كيلو و100 جرام. تمام. دي كان سعرها يعني تقريبا 69-70 حاجه زي كده يعني. تمام. وكان في بقى اللي هي الوراك اللي هي زي الدبوس، مش عارفه في ايه تاني، سعرها برضو كان كويس. فكده يعني كانت نهايه بقى جولتنا، ومش هطول عليكم اكتر من كده. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا، حتى لو حاجه بسيطه، وما تكونوش مليتوا مننا. بشوفكم على خير، ومع الف سلامه.